شباب تالتة ثانوي، اخباركم ايه؟ دفعة 2026 يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده اتعمل لطلبة السنتر وطلبة الاونلاين عشان يفهموا نظام وبداية المراجعة عاملة ازاي. احنا مبدئيا الكلام دلوقتي لطلبة السنتر. مواعيد السنتر احنا اتفقنا ان احنا ميعادين في السنتر، المراجعة الجزئية، وميعاد اونلاين، وميعاد في السنتر بنحل فيه امتحان شامل مع بعض. فعلى سبيل المثال طلبة السنتر احنا قلنا في سبت واثنين 12 الظهر، وفي حد وثلاث 12 الظهر، يعني يا تيجي سبت يا تيجي حد، والحصه اللي بعدها يا تيجي اثنين يا تيجي ثلاث. ده بالنسبه للسنتر. بعد كده هتجي لي يوم الخميس، يا اما جروب يجي الساعه 10 يا اما الساعه 12، اللي هم الميعادين دول. ده بقى الميعاد اللي احنا عاملين فيه لجنه ثانويه عامه بنحل امتحان شامل مع بعض. فاحنا بقى كده قلنا ان احنا عندنا حصتين في السنتر، للمراجعه الجزئيه، وحصه اونلاين كل الطلبه بتتجمع فيها سواء طلبه السنتر او الاونلاين يوم الجمعه الساعه 6 مساء. وعندنا حصه لطلاب السنتر في السنتر يوم الخميس، قلنا يا 10 يا 12 على حسب كل جروب حاجز في انهي ميعاد، بنحل فيه امتحان شامل على المنهج كله مع بعض. الامتحان ده بيبقى بنمط معين كده، انت لما تشوف اول حصه هتعرف احنا هنشتغل فيه ازاي. بالنسبه بقى احنا اول حصه مراجعه هتبقى بالنسبه لطلبه السنتر يوم السبت الجاي، اللي هيحضر سبت او هيحضر حد. واضح قدامك بقى ان احنا هنعمل ايه اهو. قدامك هيظهر قدامك البلان اللي احنا هنوزعها لك مع الملازم. اول يوم هيبقى يوم السبت 2/5 او الحد 3/5، هنراجع اشعاع الجسم الاسود وتاثير الكهروحراري. ايه بقى المطلوب منك تحضره وانت جاي اول حصه سواء سبت او حد؟ بالنسبه لطلبه السنتر، انت عندك اول محاضره قدامك اشعاع الجسم الاسود وتاثير الكهروحراري. والمراجعه دي المفروض ان انت في البيت هينزل لك زي ما هو باين قدامك شرح تفصيلي، والافكار بتاعه شرح المجاميع الاساسيه اللي كانت وقت ما كنا شغالين الجزء ده متقطعه ومتجمعه في فيديو، للي بقى ايه واقع في الدرس ده او عايز يفتكره ويسمع الشرح الاساسي تاني، مش شرح تجميع يعني. ده حاجه اختياريه، عايز تسمعها تمام، مش عايز ما تسمعهاش، بس لازم تيجي مذاكر الجزء ده او مجمعه في دماغك. هتجيلي الحصه دي هنفتح كتاب اف 16 الملزمه بتاعتنا، واللي انت لازم تكون مستلمها قبل ما تحضر اول حصه، علشان احنا هنبتدي نشتغل منها اول حصه على طول. هنبدا نحل مع بعض بنك اشعاع الجسم الاسود والتاثير الكهروحراري. الحل يا جماعه هيبقى فيه نوع من انواع الشرح على السؤال، مش شرح تفصيلي قبل ما نحل، لا السؤال هنتكلم عن كل افكار واحنا بنحل السؤال نفسه. في نهايه الحصه هتاخد واجب، سواء كان من البنك اللي كنا بنحله على الجزئيه دي، لو احنا ما لحقناش نخلصه كله في الحصه بتاعتنا هنبتدي نكمل بقيته واجب، او لو خلصناه هيبقى واجبك امتحان شامل على المنهج. الامتحان ده انت حضرتك بتسلمه الحصه اللي بعدها، وانت بتسلمه اول ما تروح بيتك، طبعا بيتعلم لك وبتاخد درجته. لما بتروح بيتك بتلاقيه متراجع ونزل لكل الطلبه سواء سنتر او اونلاين على المنصه بتاعتنا وعلى التطبيق. بالقياس طبعا باقي المحاضرات، فانت لما تخش على المحاضره الثانيه هتلاقي بقى التاثير الكهروضوئي وظاهره كومتون، هيبقى فيه فيديو مجمع كل اللي انت خدته في الشرح الاساسي. طيب وبالنسبه لي هيبقى انت جاي هتحل معايا كتاب اف 16 اللي انا هسلمه لك على الجزئيه دي بحل مفسر زي ما قلنا. وفي نهايه الحصه برضو بتاخد امتحان شامل، يعني انت بتاخد في الاسبوع 3 امتحانات شامله واجب، وبتيجي تحل معايا هنا امتحان شامل على المنهج كله برضو. زي برضو ما هو واضح قدامك في الجدول ان البلان بتاعتنا كلها 25 محاضره، تنتهي محاضراتنا بتاريخ 14/6. وطبعا ميعاد منطقي جدا لان انت امتحاناتك متاخره عن السنين اللي فاتت. وبالنسبه للناس اللي بتسالني هو مده المحاضره قد ايه، مده المحاضره ماكسيمم لا تتجاوز الساعتين يا جماعه. يعني احنا في محاضرات هتبقى اقل وفي محاضرات هتبقى ساعتين بالظبط، فيما عدا محاضره الامتحان الشامل اللي بنحلها سوا دي على حسب ظروف المحاضره، ممكن تزيد عن الساعتين حاجه بسيطه، وممكن تقل على حسب ظروف كل امتحان. بالنسبه لمواعيد طلبه الاونلاين، فاحنا هننزل لهم كل المحاضرات بتاعتهم في ايام حد وثلاث وخميس، والجمعه المجمعه الساعه 6 مساء كلهم بينزل لهم المحاضره بتاعتهم الساعه 6 مساء. ردا برضو على سؤال طب هل انا محتاج كتب خارجيه عشان احل؟ يا جماعه احنا عارفين ان 75% من الكتب الخارجيه بتبقى مكرره نوعيه الاسئله والافكار. فاحنا عندنا كتب مراجعه نزلت، احنا كمدرسين بنفلترها لك وبنحطها لك في ملزمه واحده بس عشان ما تعدتش المصادر والتوه.
طب انا عايز اجيب كتاب جنب الملزمه للتاكيد، مفيش مشكله، كل الكتب الخارجيه اللي في السوق كويسه جدا، ولكن احنا بنعمل حاجه تجمع كل الكتب في ملزمه واحده يعني. بالنسبه بقى للملازم طلبه السنتر، ان شاء الله الملازم هتبقى متوفره يوم الخميس في المكاتب اللي انا هنزل لك اسمائها وعناوينها على جروب التليجرام. طلبة الاونلاين هتبتدي تحجز الملازم او تطلبها ابتداء من دلوقتي، الارقام اللي بتظهر على الشاشه للتواصل لشحن الملازم دي، وهتوصل لك في اسرع وقت ممكن عشان تبدا معانا، لان طالب الاونلاين هيبدا معانا يوم الاحد اللي جاي. وبالنسبه لطلابنا طلاب الاونلاين اللي هم من دمنهور او من قرى دمنهور وعايزين يستلموها على الارض مش تتشحن لهم، هيقدر يروح يستلمها من المكاتب اللي احنا هنقول اسمها على الجروبات بتاعتنا. بكده يا رب اكون جاوبت على كل الاسئله والاستفسارات اللي جات لي خلال الايام اللي فاتت عن نظام المراجعه وشغلها، واي استفسارات تانية عندك تقدر تبعت لنا على رسائل الصفحه وهيردوا عليك في اسرع وقت ممكن. بالتوفيق يا شباب وربنا معاكم.